صلاة الفاتح لما أغلق دعاء وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تحتل عند التيجانيين مكانة عظيمة، وأثير حولها الجدل الكبير. صلاة تأخذ مسافة الزمن بين صلاة العصر والمغرب. البعض يروي على التيجانيين قولهم إن المرة الواحدة من هذه الصلاة تعادل قراءة القرآن 6 مرات، غير أن علماء التيجانية ينفون نفيا قاطعا ما ذكر على لسانهم. طائفة من الناس تنسب إلينا أننا نقول احنا في التيجانية يصلون عندهم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها صلاة الفاتح لما أغلق، فيقولون أن التيجانيين يعتقدون أن صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من القرآن الكريم، ونحن نقول نبرأ إلى الله من هذا، ونعتقد أن كل من يؤمن بأن صلاة الفاتح أو أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من القرآن فهو في نظرنا ليس مسلما، وبالتالي نبرأ إلى الله. هذا ليس قولنا ولا نعتقده، ونبرأ إلى الله ممن ينسب إلينا هذا البهتان. مثال آخر ينسب إلينا أننا نعتقد أن الشيخ التيجاني رضي الله تبارك وتعالى عنه أفضل من الأنبياء، وهذا أيضا نبرأ إلى الله منه.